اهلا بيكم في صفحتي مملكه الحلويات. في فيديو النهارده هنعمل احلى شويه بيتفور. النهارده يا جماعه البيتفور طبعا بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين كده. النهارده هنعمله بالجرام، احنا نزلناه قبل كده بالكوبايه، والنهارده بناء على طلب متابعين النهارده هننزله بالجرام. معايا هنا 600 جرام من الزبده اللينه. انا استخدمت هنا زبده نيوزيلندي على زبده بقري بلدي. بس بصراحه يا جماعه الميكس ده كان ريحته خطيره جدا. ومعايا كمان 200 جرام من السكر البودر، 700 جرام من الدقيق، ومعايا 3 بيضات صفرتين وبيضه كامله. طبعا زي ما انتم شايفين الزبده يا جماعه تكون لينه جدا، ما تكونش طالعه من التلاجة على طول واشتغل بيها، الزبده تكون مرهميه. حطيت السكر على الزبده بتاعتي وابتديت ان انا اضربهم بالعجان زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا عايزه الخليط ده يوصل للكريمه البيضه زي ما انتم شايفين. ابتديت انزل بقى بالبيض بتاعي بيضه بيضه، كل ما تختفي التانيه نحط البيضه اللي بعدها. وبعد كده ببتدي انزل بالدقيق. طبعا انا هنا ما حطيتش فانيليا، استكفيت بريحه الزبده النيوزيلندي والزبده البقري. بس بصراحه الميكس ده كان تحفه. ابتديت ان انا انزل بالدقيق طبعا على مرتين، طبعا لاني انا دايما بقول ان الدقيق يا جماعه بيختلف من دقيق للتاني، وفي نفس الوقت علشان الدقيق ما يطلعش بره العجن. طبعا قسمت الخليط نصين، وبعد كده خدت الخليط التاني حطيت عليه معلقتين من الكاكاو الخام. بقلب زي ما انتم شايفين كده. حتى برضو الكاكاو الخام يا جماعه نزلت بيه على مرتين، بس اخدت المعلقتين كاملين حوالي بتاع 50 جرام. ده بقى التيب اللي انا بشتغل بيه، وده كيس الحلواني. موجودين عند اي مستلزمات حلويات بتقولي له قمع البتيفور، وفي نفس الوقت البلبله بتاعت البتيفور او التيب دي اف تي 7 اف تي 6. كل الحاجات دي يا جماعه موجوده عند مستلزمات الحلويات. ابتديت بقى ان انا احط البتفور بتاعي زي ما انتم شايفين كده في الصاج. بتهيالي يا جماعه البتفوريه نازله بتدلع مفيش كلام. طبعا انا سبت هنا جزء حطيت معاه ابيض. لو طبعا عندك الابيض كله او الفانيليا خلصت بتحطي قطعه من البتفور الابيض، اي حته متبقيه من عندك، وبتحطيها علشان تعرفي بس التسويه بتاعه اللون البني. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت في الصاج. بحب دايما بصراحه اعمل كده، اجمع ما بين الشوكولاته والفانيليا مع بعض في الصاج، عشان وانا بشتغل وبطلع الاوردر بتاعي طبعا بيبقى مطلوب منه البيتيفور والفانيليا. فبحب دايما ان انا بصراحه اعمل الميكس كده قدامي الاتنين. لما بيكون خلص بحط قطعة من الفانيليا علشان اضمن التسوية. بالنسبة طبعا للتسوية بتاعتي انا هنا عملته على 170 رف وسط، بياخد حوالي ربع ساعة. هنا بقى البوتفور بتاعنا بعد ما طلع زي ما انتم شايفين بصراحة عظمة، مفيش كلام. البوتفراية من تحت طبعا احنا عارفين البوتفراية لما تكون واخدة دقيق زيادة بتبقى مكتكتة وبتبقى مش مستوية من جوه. الشوكولاتة بتاعتي هنا استخدمي الشوكولاتة اللي تريحك، مفيش اي مشكلة. بتسحيها على حمام بخار او بتدخليها الميكروويف لمدة 3-4 دقايق بتلاقيها ساحت معاكي. طبعا هنا عملنا بالفستق وبالبندق، طبعا المتاح معاكي اعمليه، مفيش اي حاجة. استكفي بالشوكولاتة بس مفيش مشكلة. ممكن تحطي فيه شوية جوز طبعا حسب الامكانيات الموجودة اللي يريحك. انا هنا طبعا عشان بنطلع طبعا شغل اوردرات فبنعمل بالفستق والبندق وكده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة يا جماعة يا رب الطريقة تكون عجبتكم. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، وشكرا.